على الفيديو اللي فات جالي كومنت يقول انا ظهري كله مليان عضلات وجالي غضروف او جالي تعب في ظهري من كتر السواقه. الموضوع في النهايه قضاء وقدر. ده كلام صح جدا وكلام مظبوط ان كتير من العيانين ما بيبقاش عارفين هو ايه اللي جاب له الانزلاق الغضروفي. يعني عيان يبقى عضلات ظهره ممتازه، وزنه كويس، ما بيقعدش غلط، ما بيسوقش حتى فترات طويله، يعني الفرديه بتاعت حضرتك كمان، ويجي له برضه انزلاق غضروفي. فهي لها اسباب كتير قوي، بس احنا بنتكلم على الاغلب الاعم. بمعنى لو حد كان قال لحضرتك انك المفروض ما تسوقش فترات طويله او ما تقعدش لفترات طويله، لما تيجي تقعد على كرسي ليه ظهر عالي ويكون واخد الكيرف بتاع ظهرك من تحت، القعده دي المفروض تبقى قاعد مظبوط، ما تبقاش مميل يمين ولا شمال عشان خاطر يبقى الوزن متوزع على ظهرك مظبوط. القعده دي ما تطولش فيها عن نص ساعه، وتقوم تحرك عضلات رجليك وتعمل استرتشات لظهرك. كل الحاجات دي علشان خاطر تقلل من الحمل او من الضغط اللي حاصل على الغضروف اللي في اخر ظهرك عشان ما ينزلقش وما يدوسش على العصب بتاع رجليك. يبقى دي تعليمات القعده. طيب حاجه تانية، الناس اللي عندها عضلات ضعيفه لازم تقوي عضلاتها، دي شريحه كبيره من الناس. كل النصايح دي علشان نقلل من احتماليه ان يجي لك انزلاق غضروفي، او بصراحه اكتر عشان لما تيجي العياده وانت عندك انزلاق غضروفي بنبقى عايزين نقلل ان الغضروف ده يزيد. فبندور معاك في اللايف ستايل بتاعك على ايه الحاجه الغلط اللي بتعملها، اللي انت بتعملها ممكن اللي انت بتعمله غيرك ما يكونش بيعمله، اللي انت بتعملها علشان خاطر نبعدك عنها فالانزلاق الغضروفي ما يزيدش اكتر. وصلت الفكره؟ فبنلاقي ان نسبه الاغلب من العيانين بتبقى عضلاتهم ضعيفه. طب في الناس اللي عضلاتهم قويه وجالهم انزلاق غضروفي، اكيد عندهم حاجه تانية غلط بيعملوها واللي جابت لهم الانزلاق الغضروفي. وصلت الفكره كده؟ فهي كلها نصايح لتعديل اللايف ستايل علشان خاطر نفيد الناس اللي ما جالهاش انزلاق غضروفي انها تحمي نفسها ان يجي لها انزلاق غضروفي، والناس اللي جالها نفيدهم ان الانزلاق الغضروفي ما يزيدش، ان الدرجه ما تزيدش، فنقلل احتماليه ان العيان يحتاج للجراحه او يحتاج للتداخل. ارجو ان الفيديو كان مفيد لحضراتكم. لو استفدت تنشروا الفيديو عشان غيرك يستفيد منه. افتكر دايما انك هتعيش مره واحده، حاول تعيشها بصحه وسعاده على قد ما تقدر. وفي الختام دايما افتكروا ان الامل موجود، والسلام عليكم.